مساء الخير ومساء السعادة على قلوبكم الجميلة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة عايزة اقول لكم روتين النهاردة روتين فرهضة وكسل وحر وكل حاجة. كنت كسلانة جدا جدا، بس عملت النهاردة الروتين ده ليا وليكم. ليا علشان اقوم اتشجع، لان فعلا غصب عني الحر كان مكسلني جدا. فليا عشان لو انا قعدت وما عملتش الروتين او ما عملتش شغل البيت او مروقتش، محدش غيري هيعمل. فغصب عني ان انا لازم اقوم كده واتشجع واعمل معاكم النهارده تنظيف ليكم بقى، علشان طبعا تتشجعوا، لان اكيد كتير جدا في الحر ده كسلان زيي. فزي ما انا اتشجعت ليا، انا عايزاكم من خلال الفيديو بتاعي انت كمان تتشجعوا. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، اللي لسه أول مرة يشوف القناة فضلا ما تنسوش بقى أختكم في الاشتراك في القناة كده عشان تكبر بوجودكم معايا. كمان اللي لسه أول مرة يشوف القناة، اشتراك ولايك علشان اللايك بيرفع الفيديو، وهكذا ما تنسوش يا جماعة، ده ببلاش ببلاش. نبدأ الفيديو برضو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى صبوحة كانت بتعمل ايه؟ كنت غاسلة الكوتشيهات دي. ده كوتشي سيلا، والكوتشي الابيض ده بتاع جنى، والكوتشي البامبا ده بتاعي انا اللي هو الكبير. فقلت كده ان انا اغسلهم، كانوا اتوسخوا وانا بغسل غسلتهم، وكانوا هنا كنت حطاهم قصاد الشباك بالليل، بفتح الشباك وطول النهار طبعا ببقى فاتحانه قافله بس عشان التصوير والاضاءه اللي ايه بتبوظ الكاميرا وكده. فقافله الستاره، انما طول اليوم ببقى فاتحه الشباك، فبضطر ان انا احطه هنا على السفرة، الحاجات اللي انا عايزاها تنشف تتهوى بقى قصاد الشباك وكده. فغسلت الكوتشيهات ونشفت، شلتها معاكم. وفي اول الفيديو كان في صينية عليها اكياس السكر والرز والحاجات دي. عايزه اقول لكم ان انا كنت حطاهم هنا لان كان دخلهم نمل، السكر لم نمل ودخل على الرز والدنيا باظت. فجبتهم هنا. الاول كنت حطاهم قدام باب الشقة شوية، كان في شمس كده جاية، حطيتهم تحتها الشمس طيرت كل النمل. وبعدين برضو ما كانش فيه بقى نمل خالص، بس جيت برضو سبتهم هنا شوية قبل ما ادخلهم ارصهم في المطبخ. فشلتهم وروقت السفرة، شلت المفرش المشمع اللي هو البلاستيك ده خالص، وبنفض هنا السفرة نفسها، وشلت الكراسي، وهشيل لسه الكراسي التانيين وبنفضهم كده عشان يعني بروق كده معاكم زي ما بيقولوا ايه، روتين او تنظيف الكركبة، يعني الكركبة اللي على السفرة، الكركبة اللي على البوفيه، شوية حاجات كده بنعملها مع بعض. مش تنظيفات عميقة، لان انا الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم انا كسولة جدا، يعني اللي مكسلني الفرهضة دي والحر ده. انما انتوا هتشوفوا بص الكرسي ده ضايقني العباية، اوعي يا شيخة. عايزة اعدي. هتشوفوا الفترة اللي جاية روتينات حلوة كده ان شاء الله بإذن الله. يا رب تعجبكم، بس ده اهم حاجة. وعايزاكم تقولولي في الكومنتات عاملين ايه في الحر ده. والله العظيم بسجل لكم المية نازلة من دماغي، نازلة على وشي، عمالة تنقط على الهدوم وتنقط على رجلي، والله العظيم مش بهرج. انا من النوع اللي بعرق كتير قوي، والحر بيفرهدني وبيسخن جسمي خالص، وبقعد اعرق، وكمان ضغط بيوطى والحاجات دي، فغصب عني مش قادرة. بس لازم طبعا، انا قلت لكم بعمل الروتين ده ليا وليكم، ليا علشان اتشجع بيكم. لان ببقى كسلانة، وبعدين اقول لا لازم اقوم اشوف شغل بيتي، لان انا لو ما عملتوش محدش هيعمل يا جماعة، والله ما حد هيعمل، محدش هيخبط على بابي يقول لي ناقصك ايه في بيتك يا صبوحة. ما هو كل واحدة بتعمل حاجتها بنفسها، ولو ما اتعملتش بتفضل كده متبهدلة لحد ما انت اللي تقومي تتشجعي وتعملي. فانا قلت اتشجع لنفسي بقى عشان اقوم اشوف ورايا ايه، والحاجة ما تفضلش اكتر من كده، وفي نفس الوقت ليكم علشان تتشجعوا زيي، يعني تقاوموا الحر كده ويبقى في تحدي كسل كده. لا انتوا بقى تخليه تحدي القوة وتحدي النشاط وتحدي الكسل، ان انتوا تتحدوا بقى الكسل نفسه وتسيبوا الكسل في حاله وتقوموا تشوفوا وراكوا ايه. عملت الجزء التاني كده من ناحية الكراسي، خليتهم زي الفل، نفضت كده تنفيضة خفيفة وكنست تحتيهم ورجعتهم مكانهم تاني، وكذلك برضو كنست تحت الكراسي التانية وهنرجعهم مع بعض. احنا زي ما قلنا النهاردة كده بنلم كده الكركبة، ما عنديش حاجات كتير عايزة تتعمل. حاجات زي كده، لان
عايزة بقى هنكنس بقى ونمسح ونشيل ستاير والسجاد يتفرش ونعمل تنظيف عميق في المطبخ وتنظيف عميق تحت السراير. انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية، بس طبعا مش هقدر انزلها كلها هنا، زي ما قلت لكم هنزلها على القناة التانية. اللي دايما يسألني قناتك التانية اسمها ايه؟ صبوحة. القناة التانية اسمها صباح ابو العلا. هتكتبوا في اليوتيوب او في السيرش هيطلع لكم على طول. اكتبوا بس كده في السيرش كده صباح ابو العلا هتطلع لكم القناة على طول. خشوا عليها هتلاقوا برضو تكملة الفيديوهات دي. يعني هنا هننزل فيديوهات والناحية التانية برضه هننزل فيديوهات. وهناك كمان في اختلاف اكتر في قناة صباح ابو العلا، ان في فيديوهات ببدأ معاكم يومه كله من اول الفطار وبشرب قهوتي وبعمل الغدا وبروق معاكم وبعمل تنظيفات، وكمان بنزل فلوجات وجولات. ويعني ان شاء الله تبقى المحتوى مختلف شوية عشان نكسر الروتين. فيا رب ان شاء الله قناة صباح ابو العلا تعجبكم. هناك هننزل بقى التنظيفات، هنا هعمل معاكم جزء وهناك هكمل واعمل معاكم هناك جزء برضو، لان مش كل الفيديوهات هقدر انزلها هنا. عشان كده آه يعني جه في بالي موضوع القناة التانية، لان انا ما بقدرش على نزول الفيديوهات او نزول التنظيف مرة واحدة بتاع اليوم. ما التنظيف في اليوم فيه كتير، ما اقدرش اعمل الفيديو اكتر من ربع ساعة، 10 دقايق، 8 دقايق بالكتير. اوي الفيديو لما بيبقى طويل بيبقى 20 دقيقة، ومع ذلك ما ببقاش خلصت شغل البيت كله. فاضطريت ان انا انزل قناة تانية عشان يبقى عليها فيديو هنا وفيديو هنا. وكمان انتوا عارفين ان في قناة كتير طبعا بيحصل لها مشاكل وبتتقفل، فقلت بالمرة يكون في قناة احتياطية. اتمنى تتابعوني عليها، اتمنى ان انتوا تساعدوني برضو فيها، لان هي لسه طبعا جديدة ومحتاجة حاجات كتير قوي 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 عشان تتفعل، وعلشان ان هي لسه صغيرة. فأتمنى وجودكم معايا برضو فيها، ويبقى مشكورين ليكم جدا جدا. جزاكم الله خيرا. هنا بقى كان في المكوى بتاع الجوز، جينا بقى ايه خلصنا من ناحية السفرة، جينا هنا ناحية البوفيه بلم بقى كل الكركبة اللي انتوا شايفينها دي. كنت مروقة الانتريه وقابلتني شوية كركبة جبتها، كنت مروقة اوضة الاولاد برضو كان في كركبة. فالمهم جيت هنا على اوضة على البوفيه، بقيت ايه اركن كده على جنب قبل ما اخلص. فجيت هنا بقى اتزحمت الدنيا، فقلت هعمل برضو معاكم التنظيفات هنا. فالمكوى شلتها هشيلها دلوقتي. الهدوم كانت مكوية وديتها الدولاب. شوية كان في شنط كده، دي شنط هدوم مش عايزاها حطيتها برضو في الكيس بحيث ان احنا نتصرف فيها لحد مثلا. ولميت كل الكركبة اللي كانت موجودة. وزي ما احنا كده شايفين البوفيه والباب عايزين يتلمعوا، بس طبعا مش النهارده في التنظيفات العميقه باذن الله، لان الشقه لسه ما فيهاش سجاد فهيتبهدل بسرعه. عايزه اقول لكم اللون اللي هو الاسود او البني المحروق بتاع البيبان والعفش اللي عنده كله، اللي عمله ضحك عليا، لانه عامله مط لونه غريب جدا، ما فيهوش لمعه. حتى لما بنضفه ما بيبانش عليه، ولما بلمعه ما بيبانش عليه. مسافه 5 دقايق بيكون لونه رجع كده مكتوم او بهتين. فان شاء الله نحاول نجدد ونغير ده مع بعض باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والروتين البسيط الخفيف ده يكون عجبكم، وتحدي الكسل ما تنسوش. وشكرا ليكم والسلام عليكم.